مساء الخير عليكم. النهاردة هنكلمكم عن بعض حارات القاهرة الفاطمية ومين كان ساكن فيها والأحداث اللي حصلت فيها. القاهرة الفاطمية أول ما اتبنت في الأول ما كانش فيها غير جامع وقصر كبير وبعض الحارات، ومتحاطة بسور من الطوب اللبن. الطوب اللبن ده كان زمان بيستخدم في بنى التحصينات والأسوار. الجامع الأزهر فضل موجود لحد دلوقتي واستحمل تقلبات الزمن. القصر بشقيه الغربي والشرقي. الشرقي هده صلاح الدين، الغربي اتسجن فيه أولاد الخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين، ودون كان شهد نهاية الخلافة الفاطمية. الحارات اللي كان فيها بيسكنها كان بيسكنها خدم والمقربين من البيت الفاطمي. أصلا جوهر القائد لما بنى، أو جوهر الصقلي لما بنى القاهرة، كان عايز يبنيها عشان تحمي الخليفة الفاطمي من الأعداء وتحميه كمان من الناس العادية، تبقى مكان منعزل فيه. الحارات مين اللي كان بيسكنها؟ اللي كان بيسكنها الأمراء، أمراء البيت الفاطمي، ويسكنها الوزراء وحاشية الخليفة، وبيسكنها قواد الجيش والعسكر والجند، وبيسكنها الحرفيين اللي هم بيخدموا على كل دول وبيخدموا على البيت الفاطمي أو القصر الخليفة، وبيسكنها كمان الطباخين. الحارات في بعض الحارات أساميها اتغيرت وبعضها أساميها باقية إلى الآن، وكمان في حارات أساميها مرتبطة بالمهن فضلت موجودة لحد دلوقتي، زي الفحامين، النحاسين مثلا. نبتدي بقى نتكلم عن بعض الحارات. أول حارة اسمها قائد القواد. قائد القواد دي موجودة في الجمالية بالقرب من قصر الشوق، واسمها قائد القوات فضل كده لحد قبل الحملة الفرنسية اتغير لضرب الملوخية. مين قائد القوات ده؟ قائد القوات دون يبقى حسين ابن جوهر الصقلي. طبعا أبوه كان مكانته مشهورة جدا ومرموقة، وكان محل ثقة الخلفاء الفاطميين كلهم. في أيام العزيز بالله كان مات جوهر الصقلي وجه مكانه وزير كان اسمه برجوان. العزيز بالله وصى برجوان على ابنه الحكم بأمر الله، أول ما يكبر ساعده. ما نفذش الوصية، برجوان ما نفذش الوصية واستبد بالحكم. الحاكم بأمر الله اتأمر عليه وقتل برجوان. قال لك مين اللي يمسك بعديه الوزارة وشؤون تسيير المملكة أو الخلافة؟ قال لك إيه؟ قال لك حسين ابن جوهر الصقلي، الغالي ابن الغالي. فراح جابه من الحارة اللي هو ساكن فيها واستقبله استقبال الملوك الكبار، وقال له تعالى انت والكاتب بتاعك ابي علاء ابراهيم النصراني يبقى هو ايه، وتتولوا كل حاجة، وانتوا ايه تتولوا كل حاجة وإدارة البلاد والوزارة. وما ادالوش منصب الوزارة، يعني قال له اشتغل كده من غير منصب. التاني راضي وفضل شغال بذمة، لأن هو كان خايف من الحكم بأمر الله، لأنه كان متقلب المزاج، يعني ما كانش متزن. ده مش بس كده، ده منع أي حد يقول له يا سيدنا. ده كان في تقليد إن لما أي حد ينادي أي حد من كبار رجال الدولة والقوات يقول له سيدنا، قال لهم لا، التاني يفتكرني بقول لكم تقولوا سيدنا علشان اخد ولاءات وانقلب ضده، لا بلاش. ومنع ان حد يروح له البيت عشان يعرض عليه شكوى وامر ما يخص الحكم. اللي عايزني يقابلني في القصر قدام عين الحاكم بامر الله عشان ما يفتكرش غلط مؤامرات. لدرجه ان في موقف ظريف انه هو مروح بيته وراكب على حصانه وداخل ناحيه بيته في الحاره بتاعته، لقى بعض القادة الترك أو الضباط الترك أو الجند الترك، لأن احنا عارفين قوام الجيش الفاطمي كان من الترك والبربر والسودانية. لقاهم مستنيينه فاتفزع وصرخ بصوت عالي
نحن عبيد وقال نحن عبيد مولانا صلوات الله عليه وعلى مماليكه، من يريد أن يقابلني يقابلني في القصر، والله لن أبرح مكاني حتى تنصرفوا. وفعلا مشوا، خافوا ومشوا. راح بعديها راح معين جند يحرسوا الحارة ويمنعوا أي حد إنه يروح له البيت اللي عايزه في القصر. بعد كده العلاقة بقت مع الحكم بأمر الله زي علاقة القط والفار، مرة يضطهدوا ويصادر ممتلكاته ومرة تانية يروح يرجع له ممتلكاته ويرجعه لمنصبه، لحد في 12 جماد آخر سنة 401 هجرية قبض عليه هو وابنه عبد العزيز وقتلهم. وبكده بقى انتهت علاقة القط والفار. نيجي بقى على الحارة اللي بعد كده، حارة الطوارئ. دي برضو من الحارات القديمة اللي جنب باب زويلة، قريبة من باب زويلة. الطوارئ دول فرقة من الجيش الفاطمي، أصلهم من قبائل الطوارئ اللي موجودة جنوب الجزائر وليبيا وشمال تشاد والنيجر. الحارة دي كان جنبها سوق للرقيق. نيجي بقى للحارة اللي بعدها، حارة يانس. حارة يانس دي برضو قريبة من باب زويلة. يانس دون أبي الحسن يانس كان والي برقة. دون كان جه مصر أيام الحافظ لدين الله. والحافظ بدين الله ده بالمناسبة كان اسمه الأمير ميمون بن عبد المجيد. كان اسمه الأمير ميمون بن عبد المجيد، اللقب بعد كده الحافظ لدين الله. ده إيه قصته؟ إن بعد ما الطائفة النزارية بالنسبة للأمير نزار قتلت الآمر بأحكام الله، كان مين اللي يطلع؟ كان مين اللي المفروض يطلع ويمسك الحكم لحد ما ابن الآمر بأحكام الله اللي هو لسه جنين يوصل يتولد وبعدين يوصل للمنصب بالحاكم ويبقى مؤهل شرعا اللي هو الحكم. راح طلعوا مين؟ جه الوزير هزير الملوك او هزار الملوك، راح مصعد الامير ميمون ابن عبد المجيد، مصعده للخلافه. صعده للخلافه وقال له خلاص خلينا انا الوزير، وده حصل. وبقى هو الامير ميمون بقى اسمه الحافظ لدين الله، وهو كان له نفوذ كبير جدا 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 جوه البيت الفاطمي وعند الجند ما عجبهمش هزار الملوك، راحوا المنقلبين واجبروا الحافظ ان هو يجيب واحد تاني، اللي هو يجيب واحد تاني يحط وزير. جاب واحد تاني يحط وزير، يحط وزير. وبعدين الوزير دون أول حاجة عملها راح عزل الحافظ لدين الله وحطه في السجن. الوزير دون كان اسمه أبا علي كتيفان. أبا علي كتيفان دون راح جه يانس اتأمر عليه وجيب مجموعة من الجنود، خلص الحافظ وطلعه وقتل أبا علي، وخلص كده من الفتنة. عمل الفتنة. بعد كده اللي حصل قال لك أحط مين وزير، جاب ابنه وزير. بعد كده ابنه مات، بعد كده يفكر بقى يجيب مين؟ ابن تاني اللي هو مين؟ حيدرة. ابنه التاني حيدرة قال له خلاص ده الوزير. ما عجبش الكلام ده، ما عجبش مين؟ ما عجبوش ابنه التالت اللي هو حسن، ما عجبوش. فراح قال لك لا، انا بقى ده ما يبقاش وزير، انا يبقى بالوزير وولي العهد. فانقلب على ابوه، وكان معاه الطائفة الريحانية من الجيش، الطائفة الجيوشية من الجيش، لأن الجيش الفاطمي كان مقسوم لاتنين، طائفة جيوشية وطائفة ريحانية. الطائفة الجيوشية دي كانت الأقوى، كانت مع الأمير الحسن، لأن هو كان له نفوذ كبير وكان محبوب جدا، وكان له نفوذ بين الأمراء والقضاة وبعض الناس.
وكان معاه الطائفة الجيوشية. المهم أبوه كان معاه الطائفة الريحانية، وحصل بينهم فتنة وحصل بينهم قتال عنيف قريب من الحارة دي، مات فيها فوق ال5000 واحد، لدرجة في وصف المعركة ومن هولها إن كان الجند اللي بيهرب منها كان بيرمي نفسه في النيل. وانتهت المعركة دي بانتصار الطائفة الجيوشية اللي هي الموالية للأمير حسن. وانضم للمعركة دي حسن الفجار من الناس والدهماء والغوغاء. المهم حسن بعد ما هزم أبوه قعد يدور على أبوه وحيدرة أو حيدر عشان إيه يخلص عليهم. أبوه راح إيه في الأول بعت له رسالة عشان قال له تعالى خلاص أنت هتبقى مكان حيدر أو حيدرة بس سيبنا. راح التاني ما سمعش الكلام، راح مكمل. فراح قاعد يفكر يعمل ايه، راح بعت له رسالة فيها سم جدا جدا جدا. الرسالة دي بتقول ايه بقى؟ يا ولدي أنت على كل حال ولدي، ولو عمل كل منا لصاحبه ما يكره الآخر ما أراد أن يصيبه مكروه ولا يحملني قلبي. يعني بيقول له إيه، أنت ابني وأنا أبوك، محدش فينا هيضر التاني. حتة كده فيها استعطاف كده. بعد كده بقى الحتة السم اللي هو عملها بغرض الوقيعة، واللي هي ما كانتش موجودة أساسا. وقد انتهى الأمر إلى أمراء الدولة، وقعد يسميهم فلان وفلان وفلان، وقد شدت وطأتك عليهم وخافوك وهم معولون على قتلك، وخذ حذرك يا ولدي. والكلام ده مش صحيح، يعني بيقولوا في بعض أمراء جيشك بيتأمروا عليك عشان يقتلوك، وهو عارف إنه شكاك وبيقتل بالظن، واداله أسامي ومش هيحقق ولا هيعمل أي حاجة. بعدين حسن جمع الأمراء اللي أبوهم قال عليه دون وأساميهم وقتلهم، وقتل بالشك كمان بعض الناس، ومنهم قائد القضاء أبا سرايا نجم، قتله لأنه كان خواص والده كان شاكك فيه. المهم بعد ما حصل ده كده الأمراء وقادة الجيوش خافوا منه واتمردوا عليه وانضموا لأبوه وجابوه مكبل وقبضوا عليه وطلبوا من أبوه إنه يقتله. فأبوه ما كانش راضي، كان قلبه ما كانش مطوع إنه يقتل ابنه. المهم هددوا أبوه بالتمرد، قالوا لو ما قتلتوش وجبت لنا وجثته وشفناها هنتمرد عليك وممكن نقتلك أنت كمان. فقعد يستعطفهم 3 أيام مفيش، راح قتله من الخوف، قتل ابنه. وبكده تكون خلصت حكايتنا، وأتمنى إنها تكون عجبتكم.